الاهلي وشبيبة القبائل وتعادل بفضل ربنا ومصطفى شوبير. عملاق الجزيرة قدر يتصدى لست كرات فيهم ثلاث كور من داخل منطقة ال 18 يدخل منهم اربع اجوال مستريحين. لولا وجود مصطفى شوبير النهارده كانت النتيجة هتبقى كارثية، خصوصا في أول 25 دقيقة من المباراة اربع اهداف لحقائق لشبيبة القبائل. مصطفى شوبير تصدى لثلاثة والقائم والعارضة تصدوا لكورة. ازاي بالعمري مش جاهز في ظل الضحك اللي بيقدمه كوكا ده، وخط الدفاع كله عليه علامة استفهام. محمد علي بن رمضان محتاج يراجع نفسه، والمهاجم الجديد ما بقاش عارفين هل هو فلافيو جديد ولا ووتر بواليا. ان شاء الله نتفائل خير. في ظل الغيابات النهارده، اصابه زيزو وغياب امام عاشور، وفي ظل اصابه تريزيجيه، فطبيعي انك هيبقى شكلنا مش حلو قصاد فريق بيلعب على الثلاث نقط. هو محتاج الثلاث نقط، كان افضل من اكتر منك، لانه ما كسبش ولا مباراه في الخمس مباريات، ما كسبش ولا مباراه على ارضه، ما سجلش ولا جول على ارضه. فكان لازم يعمل المباراه دي قصاد جمهوره. كان عنده امل انه يكسب وياخد 3 بونت على 2 بونت، يبقى 5 بونت في حاله ان الجيش الملكي يتعادل ينعش اماله. ولكن عندما احرز هدف الجيش الملكي في الدقيقه 86، اصبح كده شبيبه القبائل خارج الجروب تماما، خارج دوري الابطال. المباراه اللي جايه هتبقى تحصيل حاصل، يحتاجها يانج افريكانز اكتر منه، لان يانج افريكانز في حاله انه يكسب شبيبه القبائل المباراه الجايه والاهلي يكسب الجيش الملكي، هيصعد الاهلي ويانج افريكانز. فمباراه الاهلي والجيش الملكي هنا في القاهره هتبقى مباراه صداره للاهلي، وهتبقى مباراه صعود للجيش الملكي اللي بيحتاج نقطه عشان يصعد، واحنا محتاجين نقطه عشان الصداره. بس ان شاء الله الاهلي هيكسب ومش هيرحم حد. بس كنا نتمنى ان يبقى شكلنا النهارده افضل في الملعب، لان الاهلي كان تايه. الاهلي النهارده كان من بدايه المباراه واضح انه بيلعب على التعادل. بيلعب على التعادل، نقطة التأهل، نقطة كانت هتأهل النادي الأهلي، فعشان كده كان بيلعب كده. لكن احنا كنا نتمنى ان نقدم مباراة حلوة عشان نوصل رسالة للخصوم ان الأهلي قادم لأجل النجمة الثالثة عشر في تاريخه.